القاع شفافه، مش حاجه مش متشافه. فالقاع دي شفافه جدا، فهي الوحيده. الباب ده بيكون موجود في الركن الغربي او في الجهه الغربيه من المقبره، لازم يكون موجود. هو باب ملهوش اي فتحه، مش ما يعتبرش يعني للاستعمال، بس هو هنا كان بيعمله علشان روحه تدخل لجسده، للباق اللي نايم ده اسمه باق. اما القاع هي القريب، الروح، يقول لك ده روحه صعدت خلاص، او روحنا الشفافه دي، او روحه في المكان مثلا. فبنشوف هنا طبعا حد نازل نضاره، في حد سايب نضاره، حد نازل نضاره، مين سايب نضاره؟ نضاره بتاعتها. اوكي تسلم. تمام، تسلم ايدك. فبنشوف الباب الوهمي او نموذج صغير للباب الوهمي، فده طبعا موجود لتسهيل دخول وخروج الروح للجسد او القاع للباطن. طبعا لازم بيكون موجود عليها صورة المتوفي في النص اهو، وقدامه مائدة القرابين اهي اللي قاعد قدامها دي، طبعا بيكون موجود عليها كل الايه القرابين اللي بتقدم زي ما قلنا: العيش، الخبز، فخدة الطور، النبيت، الزيوت، كل الحاجات دي كانت لازم تكون موجودة. فهو هنا بيقدم القرابين للإله، وعامل كل ألقابه وأسماءه اللي خدها. ما خدي بالك إن القاع بتيجي برضو على الأسماء، يعني القاع بتعرف الجسد ده من اسمه، هو بيعمل ده عشان يقول للقاع أنا هو، ايوه انا المتوفي ده، ادخلي هنا. وهنلاحظ هنا كمان السيمتريه، هنلاحظ السيمتريه عند المصري القديم، انه حافظ على النظام، حافظ ان هو مثلا هنا هيكتب افقي، هيكتب راسي، هتلاقي الكلام اللي هنا شبه الكلام اللي هنا، فعامل سيمتريه في اللوحه نفسها اللي هو عليها. ودي لوحه جنازيه عادي بتكون موجوده برضه في المقابر، وبرضه بيقدم قرابين، والترابيزه قدامه اهي. كل اللوحات اللي انتوا هتشوفوها هنا دي والمعبد ده برضه كلها تقديم قرابين، دي الملك نختنبو كلها اسره 26. اما هنا بتخص فتره